بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله أن يجعل الجنة مأوانا مأواكم أجمعين، اللهم آمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كيف ندخل على الله؟ كيف ندخل على الله؟ يعني أنا حاب الليلة أدخل على الله دخولا يستجيب الله لي به. علمني يا دكتور. موضوعنا يعني بدي أحاول هيك يعني أقرب لكم إياه تقريب جميل جدا. إخواني الكرام، اسمعوني. الدخول على الله يحتاج قبل ما إنه جسدي أنا، ما قبل جسدي يدخل على الله، أنا بحاجة إنه روحي هي اللي حابة تدخل على الله. روحي راغبة في الدخول على الله. طيب ما هو كنا يا دكتور أرواحنا حاب تدخل لأنه إنما طالب. أقول أيوة، لكن في حاجة مهمة جدا. في ناس بيدخل على الله بالدعاء، تمام، وما يحصل. في ناس يدخل على الله بالدعاء وما شاء الله أقل القليل يخرج سعيد. تعرفوا يا أخواني هذه السعادة، يعني أنا أقول إذا أنت كنت مشتاق وفرحان في دخولك على الله، شوفوا يا أخواني، إنك أنت مشتاق وفرحان إنك تدخل على الله، وسعيد إنك أنت جالس مع الله، سعيد، تمام، سعيد إنك أنت جالس مع الله، وطلعت كمان أكثر سعادة إنك أنت جلست مع الله. أنا بقول خلاص تم لك طلبك. يعني أنت بتكون دخولك على الله دخول صحيح 100%، به يحقق الله لك هذا الخير. دكتور مجلس عمري هذه الليلة، يا سلام يا سلام، بصنع مستقبل الليلة معك، والله ما بخاف ولا ببكي ولا برتعب. هذه ليلتي يا رب معك وبك، والخير منك. وين بدي أروح؟ جلسة بدي أغسل روحي بالله يا جماعة. أنا بدي أغسل روحي، بدي أداوي جروحي وأغسل روحي بالله يا جماعة مع الله. أنا بدي أغسل روحي، بدي هيك اليوم جلسة الله، أنس شعث الدنيا، وعث الدنيا، تعب الدنيا. بدي أغسل روحي مع مين؟ مع الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء كله، تمام، كل خلص. حتى اللي قهروني يا رب رقبتهم بإيدك، طبعا. حتى يا رب اللي بحبها رقبتها بإيدك عشان تجيب ليها، طبعا. حتى يا رب اللي أريده زوج، طبعا. حتى يا رب الوظيفة اللي بدي إياها، طبعا. يا رب حتى كرامتي التي أهدرت بترجع لي، طبعا. يا رب مظلمتي، حقي اللي راح مني، طبعا عندي هذا كله. لاحظ، عندي. يا سلام، عرفوا الله باختصار. لما عرفوا الله صاروا سعداء، حياتهم تغيرت. والله أم اتصلت علي، هي مديرة مدرسة في الأردن، دقة، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، معك الأستاذة كذا، أهلا حياكم الله، أموري. قال ما بدي أطول عليك، 30 ثانية بس. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقك، الله يبارك لك بأمك وأبيك. قلت جزاكم الله خير، بارك الله فيك. والله إنك غيرت بنتي. قال ابنتي تغيرت. بنتي، قال بنتي الحمد لله التزمت بالصلاة وقيام الليل وما شاء الله والحجاب وكذا وكذا على هالدرب المبارك، والحمد لله.
والله ما بدي مني غير هيك وجزاكم. قلت الله يكرمك بارك الله شكرا لكم السلام عليكم. تمام السلام عليكم. بس هيك بس طير. بنتها ما شاء الله قيام ليل وصلاة وحجاب وكذا وكذا وكذا. شوفوا يا اخوان بدي اضرب لكم مثال بسيط جدا. بيكون مثلا في موعد جميل جدا، والموعد مثلا بنقول والله مثلا بكرة بعد العصر، موعد العمر. اللي بيحب الكورة موعد العمر، المباراة النهائية وكذا. اللي حابة هيك تستقبل ضيوف عزيزين عليها أو لقاء شوفة شرعية أو كذا، موعد العمر. فبيكون الإنسان كل ما قرب الموعد تمام بيكون سعيد 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 جدا وفرحان في موعد حلو، وبهيئ له كل الأجواء وكل الأضواء وكل الخدمات اللوجستية بتكون جاهزة لاستقبال هاللحظة الجميلة والطيبة. الآن هو دخل في الموعد، الله دخل في الموعد وكان الموعد جميل ورائع جدا، وخلص الموعد كمان هو الحمد لله بعيش فرحة، يقول يا الله كان موعدا جميل والذكريات اللي فيه. شوفوا يا إخواني، بعض الأحيان أنا بيكون إلي موعد جميل ورائع جدا وبنتظره، لما دخلت فيه انتكست. ليه؟ لأنه الفريق اللي أنا كنت بدي أشجعه للكرة خسر. صح ولا لا؟ خسر، صحيح؟ خسر. فأنا تألمت، ممكن بلحظتها كنت بس لما يعني بعد ما انتهت المباراة خلاص أنا حزنت وتألمت. ممكن أنا الآن بكون سعيد وجلستي سعيدة، لكن بعدها أنا بنتكس. ليه؟ لأنه والله مثلا يعني زي واحدة مثلا تنتظر بالشوفة الشرعية وجاء وانبسط هو وياها وما شاء الله تبارك الله هي سعيدة، بعدين مباشرة يعني قالها والله سعدت أنا باللقاء بك، لكن لا أظن في نصيب بيني وبينك. شوف الآن صارت انتكاسة، يعني في سعادة قبل الموعد، وفي سعادة أثناء الموعد، وفي سعادة بعد الموعد. شوف في سعادة بعد الموعد. الآن لاحظوا معي، لما يكون الشخص متشوق ومتلهف للدخول على الله، ولما يكون أثناء الدخول على الله في حالة فرح رائعة جدا، تمام، ولما يطلع من المجلس وهو فرحان جدا على هالتجربة الجميلة والرائعة، والله يا دكتور ما شاء الله رائعة جدا. طيب السؤال هو كيف أنا بدي أكون سعيد قبل الموعد وسعيد أثناء الموعد وسعيد بعد الموعد؟ أنا بقول لكم خلينا الآن إحنا بنتكلم عن موعدي أنا مع الله. يعني مثلا أنا خلص إلى الليلة مثلا من الساعة 4 للساعة مثلا ل4:30 مثلا إلي لقاء جميل مع الله، بدي أدخل. طيب شو اللي بيخليني أنا أكون سعيد قبل؟ شو اللي بيخليني أكون سعيد أثناء؟ وشو اللي بيخليني أكون سعيد بعد؟ ركزوا معي إخواني الكرام، لما أنت بتروح بدك تعمل مقابلة قدام لجنة صعبة جدا، وقالوا لك اسمع الموعد جهز حالك يوم الأحد القادم الساعة 10 صباحا، لا تنسى كن لابس قيافة وكذا. كيف يكون الشعور؟ شعور خوف، ارتباك، تعب. ليه؟ لأنه المعلومات اللي جاية أنها لجنة خشنة جدا، قاسية جدا،
صعبة جدا، مؤذية جدا، ويا دوب هم بدهم أصلا بدهم واحد، واحد، وقديش مقدمين 200، صعبة. فبيكون قبل الموعد أنت مرهق، تدخل على الموعد وأنت في كد، وبعدين أنت وحظك، يا أنت الآن بعد الموعد تطلع مبسوط ولا مخذول ولا قلقان. طب ليش مبسوط؟ إذا قالوا لك برافو أحسنت، أوه ما شاء الله مبروك، أنت اللي أخذت، طلع مبسوط. أو مخذول، قالوا له عمي يلا مع السلامة أنت لا تصلح، روح شوف لك شغلة ثانية عمي أنت ما تفقه شيء، مخذول. أو متوتر، شو قالوا له لما سألتم طمنوني؟ قال بنبلغك على التليفون مع السلامة، بعد أسبوعين بنبلغك على التليفون. أوه قلق وتعب وكد وإرهاق وهم وإلى غير ذلك، قلق توتر. شوف هلا الحالة هاي. فلذلك يا إخواني الآن لما بتتصل على والدتك تقولها يا أمي والله أنا حاب نهاية الأسبوع أجي عندكم، يا أهلا وسهلا يا أمي، يا مرحبا، يا سلام، يا ميمتي أهلا. فشوف تلاحظ أنه أنت مرتاح أنك بدك تروح تأخذ راحتك، تفك تعب السنين وتعب اللحظات أنت وأمك وتجلس وإلى غير ذلك. فبيكون أنت قبل الموعد بتحلم بأشياء جميلة، وأثناء الموعد أنت سعيد، بس تروح تقول الحمد لله والله قضينا يومين عند هالوالدة الكريمة الله يرضى عنها، وسعيد أنت ما شاء الله عليه. أيوة، عشان هيك يا إخواني أنا حينما أريد أن أكون سعيدا في دخولي على الله، أول شيء لابد أن أعرف ربي. المعرفة يا إخواني، المعرفة هي معرفتين، معرفة ذهنية، معرفة ذهنية، أنا عرفت ربي بأسمائه وصفاته ذهنية، لكن ليست هذه هي المعرفة. معرفة التي تولد سلوك القلب. طيب أنا لما عرفت ربي على أنه الشافي، إيش ولد عندي؟ لما عرفت أنه ربي لا يخلف الميعاد، إيش ولد عندي؟ لازم سلوك القلب. قلت لكم مرتان فهموني عشان الليلة عشان تقدر تدخل بساعة الجمعة. قلت لكم وظيفة المعرفة الإلهية شغلة واحدة، الطمأنينة والثقة بمواعيد الله، بس إذا هو الطمأنينة والثقة بمواعيد الله. فهنا لما أنا عرفت ربي أنا حبيته وعظمته. الحب والتعظيم، مثل هذا الإله يستحق الحب والتعظيم. والحب التعظيم يا أخواني بيولد عندي حالة الثقة، أثق بربي، الثقة، تمام. والثقة اللي هي إني أنا مصدق بكل شيء قال رب العالمين، الثقة. والثقة اللي تولد عندي ماذا؟ الطمع، والطمع اللي يولد عندي الدعاء وأنا مطمن ومرتاح، بدعي وأنا بكامل راحتي، أنا فايت على الكريم. واحد داخل على الكريم يا جماعة، طب واحد داخل على الكريم شو بتتصوروا أنتم؟ واحد داخل على الكريم. فليش الآن لما أنا مثلا هلا سمعت مقطع على هالقناة ولا على أي قناة أخرى، فصار عندي إيش؟ سعادة، وقررت إني أنا مباشرة الليلة في إلي جلسة أنس. طيب يعني من صلاة العصر لما سمعت أنا المقطع الجميل إلى مثلا والله تحددت إنه لحظة السحر بدي أدخل على الله، شو حيكون شعورك؟ شو راح يكون شعوركم؟
شو راح يكون شعوركم؟ ماذا سيكون شعورك؟ كله سعادة. وقبل تدخل أنت سعيد ومبسوط ومرتاح، بتقول يا ربي ما يجيني إشي يشغلني، يا ربي ما يجي إشي يشغلني اليوم. سعادة يا إخواني. هل رأيتم لما تكون سعادتك أنت أو سعادتك أنت بليلة زفافك إنه والله خلص لحظة الزفاف ولحظة كذا بتكون الساعة الفلانية لقاء الحبيب بالحبيب. شوف قديش أنت الآن بتكون سعيد 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 سعيد. ما هو أصلا لحظة زفافي الجميلة والرائعة اللي أنا متشوق إلها، وإنه والله اليوم لحظة زفافي يعني، وأنا هيني بجهز حالي من الظهر تبدأ تجهيز العروس، أو من الصباح إلى إنه ممكن الساعة 12 بالليل يكون اللقاء. طب ما هذه الصورة الحلوة والجميلة أصلها سعادتك بالله، ما بتجي إلا من عند الله. تمام؟ ما بتجي إلا من عند رب العالمين، صح ولا لا؟ تمام؟ واضح؟ فعشان هيك بيجي واحد يقول لك خلاص دكتور فهمت الرسالة، أنا قررت إني أأمن مستقبل الليلة. طمني شو؟ قال الليلة لي سر بيني وبين الله، الليلة في إلي جلسة جميلة مع الله سبحانه وتعالى. يا سلام، هذه لا يفقهها أهل الدنيا. قال إيه يا رجال، ظنيت إنه في خبر حلو يا ابن الناس، في أحسن من هيك؟ فشوف، وإذا ذكر الله قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لاحظ الله بقول لك أنا الليلة معلق. قال إيه يا رجال أنت والله أنت بتستهزئ فينا، ظنيت إنه في خبر حلو. شو أحلى منك بالخبر الحلو؟ مين بيجيبه؟ الخبر الحلو مين اللي بيجيبه يا أخوان؟ مين بيجيب الأخبار الحلوة غير رب العالمين؟ مين بيجيب الجمال غير الجميل؟ مين بيجيب الأشياء الطيبة غير الطيب يا أخوان؟ مين اللي بيجيب الخير إلا رب الخير؟ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو اللي بيجيب. أنا ما بقول شيء من عندي، أنا ما بقول إلا كما قال ربي وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا صار عندي إني أنا لما بدي أدخل على الله وأنا سعيد، بدي أنا أعرف ربي، المعرفة اللي تولد سلوك في قلبي إنه يا الله وين أنا كاين عن كل هالخير اللي ضاع عني كل حياتي. ربي بقى عندي، قال أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني. ربي عندي. فشوف يا أخوان، دخل هو الآن من هون لحد ما بيجي موعد الجلسة مع الله. يا أخي الدنيا مو واسعته، الدنيا مش واسعته. بدي يتلذذ اليوم مع رب العالمين، يستمتع بدعاء بمناجاة الله، بدي يستمتع بمناجاة الله. طب ما هو قال وأنا معه حين يذكرني، إذن الله بده يكون معي الليلة. ما لي علاقة كيف المعية، أنا هو معي، هو قريب مني. تمام؟ بتقرب له شوي بتقرب مني أكثر. ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. أنا ما لي شغل. الله جل جلاله. الليلة أنا أحلى موعد مع رب العالمين. الليلة الله ينزل للسماء الدنيا وبيناديني أنا مباشرة، وإنت يا أشواق، وإنت يا هنادي، وإنت يا لين، وإنت يا فايز، وإنت يا سراب، كلكم بيناديكم. هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ بدكم إشي اطلبوا. لاحظ والله ما بحكي كلام نظري أنا، والله العظيم هذا كله عاش الرسول وعاش الصحابة، وفي ناس بيننا الآن عايشين هذه الأفكار وعايشين في ظلالها، وسعداء بياخذوا مطالبهم عادي طبيعي، بياخذوا مطالبهم بكل سهولة. يعني شو المشكلة؟ ولا شو يعني درب اليقين؟ إشي بسيط. تمام؟ إشي بسيط جدا. عادي يا إخوان، عادي. عرفوا الله باختصار،
لما عرفوا الله صاروا سعداء. المهم الشاهد هكذا يا أخواني، واضح هكذا. فهم الآن أنا بكون سعيد لما عرفت ربي. يعني قبل لا أدخل على الله وين المشكلة؟ بسمع لي مثلا والله شيء عن علم الفلك، الإعجاز العلمي، بشوف والله عظيم خلق البحار عشان يتعظم ربي في قلبي. بسمع لي قصة، بقرأ لي مثلا عن قصة نوح، بقرأ كذا. بشوف اسم الغالب. الغالب، الناس إلهم سنوات بيظلموا بيا وأنا ناسي إنه إلي رب اسمه الغالب. الله يا غالب، خلاص الغالب، والله غالب على أمره. ولا اسم الجامع، ولا اسم الجميل، ولا اسم الحفي، ولا اسم المؤمن، السلام. الله الله الله، يا سلام يا سلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. الله، شوف، فبقرأ وأخذ لي، بيمتلئ قلبي حب ورغبة وطمع وتعظيم وثقة. فلذلك يا أخواني، يا إلهي يستحق الثقة ولا ما يستحق؟ يا جماعة جاوبوني أنتم، إلهي يستحق الثقة ولا ما يستحق؟ بالله جاوبوني، يستحق ولا ما يستحق يا شطار؟ جاوبوني. يستحق الثقة، يستحق. هو شو شفت من الله غير الخير؟ أنا هو الله شو سوالي إلا الخير؟ من كل حياة الخير اللي أنا فيه، من أصغر ذرة في كياني إلى أعلى عضو فيه، كله من الله، مو من الله، من دون ما بطلب. هو أنا قلت له يا رب أوجدني على هذه الأرض؟ هو أنا كنت داري عن حالي وأنا الطفل يا ربي اخلقني بهالخلقة وجيب لي حط؟ والله ما بعرفش، أنا مسكين والله ما بعرفش. يستحق. فشوف الآن هون بيكون عندي شوق بانتظار اللقاء الجميل. لقاء جميل طبعا ما فيهوش توتر، ولا في خوف ولا في رعب، بالعكس. بدي أدخل على الله، بدي أتريح. ظلموني العباد وشتموني وحكوا علي وفضحوني وخذلوني، بدي أغسل روحي. يا جماعة احفظوا هذه تمام، بدي أغسل روحي مع الله. يا سلام يا سلام. فهذا قبل الدخول على الجلسة. شوف، دخلنا هالمجلس الجميل. أنا بدي منكم لما تدخلوا على المجلس الجميل، أول إشي بدي قبل كل شيء اخلع كل شيء سوى أن يكون الله في قلبك. اخلع أسبابك وقوتك وحولك واعتزازك بنفسك، وادخل على الله بإنسانيتك المجردة، قلبك فقط. لا تدخل وإنت تحمل في قلبك أشياء تزاحم حالة الافتقار. ادخل، لا تدخل بذهنك الوزير، ولا بذهنك أمه مانعته، ولا بذهنك إنه بلكني، ولا بذهنك إنه والله مثلا الأسباب هون، ولا بذهنه ممكن أنا بروح لفلان هو بيساعدني في هذا الموضوع. عشان تستمتع، اسمعوا، اللي بده يستمتع في جلوسه مع الله، على باب الدخول على الله بيخلع كل شيء. اخلع النياشين كلها وادخل على الله. شوف، تخيل، أقول لك، أنت لما بدك تدخل على الله، تخيل حديث النبي يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة عراة غرلا.
السيدة عائشة تقول: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ يعني كيف؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم، لسه كل واحد له شغله. تخيل، غرلا يعني غير مختونين، يعني زي ما الله جابنا، ما فيش ختان ولا شيء، حفاة عراة غرلة. لحظة، يعني تدخل هيك تدخل. وبدي اياك تتخيل قول الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بدك انت لحالك، ما فيش أم ولا أب ولا وزير ولا نائب ولا ملك ولا أم بلكتني ولا هو كذا ولا كذا، ادخل هيك. بدي اياك لما تدخل على الله تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبين الله ترجمان. تخيلوا، ما فيش بينك وبين الله أي حاجز. بدك تتخيل هاللحظة هاي؟ تقدر تتخيلها؟ إنه ما فيش أسباب، افتقار كامل. ما تخيلها. لاحظ: ليس بينه وبين الله ترجمان. النبي يقول: فيش واحد إلا وسيكلمه الله. واحد الله بده يكلمه لحالك. هيك بدي إياك بالافتقار مع الله. يلا عيشوا اللحظة، تخيلوا. عيشوا اللحظة، استشعروا. بدي منك كمان شغلة حلوة غير هذا، على باب المجلس افتقر عشان تدخل على الله. بدي منك شعور المعية. شعور المعية أن الله معك، شعور القرب والمعية. شعور القرب والمعية أن الله سبحانه قد اطلع على ما في فؤادك وعلى ما في لسانك، يعني يراك الله، أنت لا ترى، ويسمعك، بل ويسمع أنفاسك. طبعا سماع الرحمة مو سماع العذاب، لأنك داخل عليه. ليش يعذب؟ طب ما أنا داخل عليه. فيسمع ألمك ويرى مقامك وحالك، فتشعر تمام أن الله معك. كلمه كما قال زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. تخيل، بقول لفلان: تعال شوف، في موضوع بيني وبينك لا تتكلم بهذا الموضوع. خلاص اتفقنا. إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف، خفيا. تكلم مع الله براحتك، بهالوشوشة الجميلة هاي. تمام، كلم الله لن يسمعك. إن الذي تدعون، يقول حبيبكم النبي: إن الذي تدعون لهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. من عنق الراحلة. تكلموا معه، قولوا: يا ربي هيك ويا ربي هيك يا ربي هيك. لاحظ، لما بنتكلم رب العالمين كلمه زي ما قلنا. أنت دخلت عليه، ما عندك، تمام، ما عندك أنت ولا إشي. كما خلقتني يا ربي، دخلت على ربي، شعرت المعية، أكلمه. طيب، شو شعوري أثناء الكلام وأنا أكلم؟ شعور المعية، الفخر والاعتزاز أن الله معي، الفرح أن الله يسمعني، الثقة أن الله وعدني ولن يخلف لي الموعد. لاحظ، شو بدي أحلى إني أنا أتكلم مع الله. شو بدي أحلى إني أنا أتكلم مع الله. فخر واعتزاز وسعادة وثقة إنه الله ما بيخلف الموعد. ثقة إنه الله بيرحمني، لأنه اللي معي الله، اللي معي ركزوا الرحمن، اللي معي الغالب،
مش الناس خذلوني وطردوني، الغالب معي. طب شو بدي أنا غير هيك؟ أنا ماذا أريد؟ القادر اللي بيقدر يحصل لي حقي هو اللي معي، الناصر. تمام، الناصر هو اللي معي، اللي بينصرني. راح وتركني الجامع معي، بقول له أنت يا جامع، يا جامع أنت ربي، أعطني. شفتوا ما أحلى ما أحلى طريقة. لاحظ، تكلموا أنت سعيد وفرحان، تمام، وأنت أثناء الدخول مع الله. صدقوني، كلما حاول الشيطان أن يشتت ذهنك مباشرة بترجع تقول لا، أنا بكلم العزيز، أنا معي رب العالمين. كيف؟ تخيلوا عندك ضيف، والضيف جالس جاي لعندك وأنت مشغول عنه تلعب في الجوال. شوف، لا تقول عيب. فأنت الآن حضور القلب راح يكون موجود طبيعة، لأنه بعضهم ممكن يقول طب يا دكتور حضور القلب، طبعا قلبي حاضر، لكن أنا بيش داخل يا أخواني، أنا بيش داخل، أنا داخل بقلبي، أنا مو داخل بجوارحي يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله. لا، هذا ما يسوي شيء. هذا أنا داخل بقلبي على الله، بكلمه، بحدثه، أحكي له، أقول له. عجبتني واحدة على درب اليقين الله يرضى عنها، قالت والله يا دكتور بيتنا سيء وأهلها وبيتنا صغير وعيلة مترامية ولا يخافون الله، تتكلم كلام. قالت أنا إيش أسوي؟ قال ما أقدر، بيت صغير وبعدين يستهزئون كذا. قالت أجعل نفسي نائمة وأغطي رأسي وأكلم ربي. قلت يا الله ما أجملها. قالت أدخل في فراشي، قالت وأتكي على جنبي وأغطي نفسي وأبدأ أكلم ربي. والله إن الله يسمعها، والله إن الله يسمعها. إيه والله، والله إنه يسمعها. شوف مسكينة، تقول يستهزئوا ويشتموا، قل لا يعرفون. قال الله هداني أنا لهذا الدار. قل والله إني ما في بيت صغير وعائلة كبيرة ومشاكل وكذا، ولو شافوني أتوضأ ممكن يتهموني بعقلي. قال والله إني يا دكتور إني أضع بالليل هكذا وأكلم ربي وأنا في فراشي. إي والله، سبحان من وسع سمعه كل شيء، سبحان من يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إي والله، سبحان الذي سمع يونس وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إي والله، سبحان الله. ثم يا أخواني بيكون بعد الدخول على الله سبحانه وتعالى، بيكون عندك الطمأنينة والانشراح والاستشراف والاستبشار. طيب ليه؟ لأنه والله يا أخواني شوفوا، بدي أحكي لكم حاجة. دائما بدي أقول لكم حاجة، دائما لما تكون النتائج الجميلة أصلها مقدمات جميلة. أنا لما تكون مقدماتي حلوة فالنتائج راح تكون حلوة. يعني أنا لما بكون سعيد قبل الجلوس مع الله لأني عرفت، تمام، ولما أكون سعيد أثناء وجودي مع الله، تمام. شوف لما أنا عرفت الله فصار عندي شوق، فدخلت على الله وأنا كما يعني بافتقاري كامل، ودخلت بشعور المعية، ودخلت بروحي، بديت أدردش. شوفت لحظة في نقطة غريبة جدا، إنه أنا ما قلت لكم شو تدعوا ولا شو الذكر اللي بتلتزموا، لأنه مو شغلي هذا. خلي روحك بتحكي اللي بدها إياه، خلي روحك بتحكي اللي بدها إياه، تمام. خلي روحك بتحكي اللي بدها إياه.
تمام؟ ما لي شغل. بدك تدخل بالاستغفار بالتسبيح، روحك اللي بتحكي، روحك احكي معه، احكي مع الله وأنت مفتقر، شعور المعية وأنت، والحمد لله، شعور المعية اللي هي كل اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله هي معك. يعني لما إن الله معنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني نصرة الله معي، قوة الله معي، رحمة الله معي، مودة الله معي، تمام؟ مودة الله معي، فتح الله معي، غلبة الله معي، إكرام الله معي، تمام؟ أكرم الله معي، جمع الله معي، الجامع لما افترق هو بيجمعني. وسهل، شو هالأمر الصعب على رب العالمين؟ جبر الله، أنا مكسور، جبر الله معي، خلص. كأنما يقول الله خذ جبرا، خذ رحمة. شو معنات إنه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ يعني خذوا مغفرة وخذوا رحمة، هاي معناتها. لما الله يقول، لما النبي يقول عن اسم الله الشافي، عشان قلنا خذ الشفاء، خذ الشفاء من عند الله. ليش قاعد أنت؟ لما من أسماء الله الجامع، خذ ما يجمعك الله به من عند رب العالمين. ليش بعدك قاعد؟ ليش بعدك قاعد؟ هذا معناته إنه إن الله معنا، أي الله معي، تمام؟ أي نصر الله معي فخذه، رحمة الله معي فخذها، فتح الله معي فخذه. عشان هيك شو قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدي. هداية الله هي باخذها، أخذ. ليش ما باخذ؟ ليش ما أخذ هداية الله؟ ليش ما أخذ رحمة الله؟ إيه، خذ شفاء، ثق به، ثق بالشافي بتصير بيشفيك، ثق بالهادي بيهديك. ثق. فلذلك لاحظ، تكون سعيد وأنت تتكلم، فخر، اعتزاز، حب، جمال، ثقة، أطلب، ولا أنا خايف ولا مرعوب ولا في رهاب ولا إشي، لا بطلب. بعديها يا أخواني، بعد ما تخلص أنت مجلسك الجميل هذا، شو بدي يتولد عندك؟ غصب عنك بدي يتولد عندك الأمان والطمأنينة والانشراح والاستبشار والاستشراف والتجهيزات الحلوة. وهينها الحمد لله دكتور، خلصت مجلسي دكتوري، الحمد لله رب العالمين، أنا أشعر الآن خلاص أمري تم، هيني بجهز، بقول لك روحي جهزي. هي دخول على الله. شوف ما أسهلها، والله العظيم سهلة، أقسم بالله سهلة. يعني هذا المقطع اللي 40 دقيقة احتفظت في كل مرة أنتوا بتسمعوا وتخلي بمر على أذهانكم، تمام؟ تسمعوا خلاص. يعني خلاص قرر، أنا وياكم بقرر، كنا بنقرر بكرة بساعة الجمعة أو لا الثلث الأخير الليلة، وين المشكلة؟ عادي. أنا قررت يا دكتور جلسة عمري، دكتور مجلس عمري هذه الليلة، دكتور مجلس عمري، خلاص أنا سأصنع مستقبلي معك يا رب. اللهم إني أشهدك أني سأصنع مستقبلي معك وبك. قولوا هيك، ليش ما تقولوا هيك؟ يا رب أشهدك يا ربي ثقة بك وثقة بمواعيدك أنني سأصنع مستقبلي بك ومعك. يا سلام، وين بدي أروح مستقبلي؟ بيدك يا رب. يلا، ليش ما تقرروا هالقرار الشجاع؟ قرروا قرار شجاع هذا. أقسم بالله أنني سأصنع مستقبلي بك ومعك يا رب. أنا بدي أصنع معك، أنا مستقبلي معك. وشكرا.